مرحبا ورداتي، شلونكم؟ إن شاء الله يا رب كلكم تكونون بخير. فيديو اليوم اشتريت كم شغلة فراح أشوفها لكم بالفيديو، وأيضا راح أرتب الجرارة الثانية مالتي مال العناية بهاي السلات اللي جبتهم. فاستمتعوا بمشاهدة الفيديو وخلوا لايك، ويلا خلونا نبدأ. بس قبل لا نبلش بالفيديو حابة أعرفكم على قناة معلومات نونة. قناتها بنات كلش حلوة، تقدم بها نصائح متنوعة. سويت فيديو نصائح كلش حلو وطريقتها بالمونتاج أيضا كيوت، فراح أترك لكم رابط هذا الفيديو بصندوق الوصف. بعد ما تكملون هذا الفيديو شوفوه واستفادوا من النصائح، واكتبوا لها من طرف باربي. خلونا نوصلها لأكبر عدد من المشتركين لأنه تستاهل. والعصر بنات رحت للسوق. النية كانت انه اريد اصغر ساعة آية، بس هناك فقدت السيطرة واشتريت كم شغلة. هسه راح تشوفوها. هذول الجوارب الشفافات اخذتهم. تعرفون بين فترة وفترة لازم نبدل الجوارب مالتنا، فاخذت 2 من هذول الجوارب. الوحدة كانت ب1000 فاخذت منهم 2. واخذت هاي الدلة مال الكوفي او القهوة، اي مشروب ساخن تسوونه بيها. احنا عندنا وحدة بس اصغر من هاي، فجبت هاي شوي حجمها اكبر. هاي الدلة اخذتها ب2000. وهذا الكب اخذته ب1000 ب4 الوان. اخذته على مود اللون الاسود واللون الوردي، وطلع بيه هذا اللون والزيتوني والبيجي، بيجي او الصحراوي هذا اللون. واخذت هاي الاداة مال الاستغفار، صفرتها. هاي اول مرة اجرب هاي المسكارة الشفافة، ان شاء الله من اجربها انصحكم بيها اذا زينة او لا. هاي المسكارة سعرها 4000. هذا شكلها، غطيت الجهة الفوق لانه يعكس. تستخدم لتمشيط الرموش او الحواجب، كلش زينة. بس مثل ما قلت لكم ان شاء الله هاي النوعية اجربها وانصحكم بها اذا زينة او لا. وهاي الساعة مال آية اللي قلت لكم صغرتها، صغرت 2 منها حلقة ومنها حلقة. وبعد شنو أخذت؟ آخر شي أخذته اللي هو هذا المرطب أو الحمرة السحرية، كلش حلوة بنات. هذا شكلها، شايفين كمية الكيات اللي بيها؟ لون المرطب مالتها على حسب لون الوردة، أكو برتقالي وأكو بنفسجي، أكو أحمر وأكو وردي، فأني أخذت وردي. وريحتها بعد كلش طيبة، تقريبا نفس المرطب اللي أنا سويته بس هذا جاهز. فكلش حلوة بنات، إذا تحبون تجيبون من يمها. وسعرها ب2000. وهاي الشغلات جبناها من محل حاجة ب500. هاي المناديل. وهذول السلات جبتهم للجرارة الثانية مال العناية، من رتبتها كنت مخليتهم بكراتين، فهالمرة جبت هذول السلات حتى أرتبهم بيها. هسه نكمل إن شاء الله وأشوفكم شلون راح أرتبهم. وهذا المنظف مال المواعين، وهذا أيضا منظف، كلهم ب500. وهذا الكلور، وهذول الأعواد مال الأذن، وهذا الكلينكس المرطب. واخر شغلة جبتها اللي هي هاي نيفيت الفازلين، صديقتي آية وصتني، كلش طيبة ريحتها. هاي ب5. وبس هاي كل هالشغلات. هسه راح نروح نرتب الجرارة الثانية.
راح أبلش أطلع الأغراض كلها، مقسمتها بكرتونات. البنات اللي شافوا الفيديو قبل شهرين تقريبا رتبتها، وشوفوا الخربطة الصايرة. هذا كرتون مال العناية بالشعر، وكرتون عناية بالبشرة واليدين، وهذيك أصباغ الأظافر. فكلهم راح أطلعهم وراح أخلي السلات بس هم 2 لأن ما كفت الجرارة 3، فراح أقسمهم 2 الأغراض. هذول السلتين اللي جبتهم راح أخليهم بالجرارة، وأيضا راح أخلي بالمسافات راح أخلي شغلات. يعني بالبداية هيك رتبتهم وبعدين سويت الجرارات بالأطراف، وبالنص صار مجال كلش هواي. هذول الزيوت خليتهم بالبداية أيضا بالسلة، بعدين طلعتهم لأني شفت المساحة كلش قليلة. وراح أبلش أخلي الأغراض. هاي منتجات دي اكس ان، كلش هواي عندي منتجات دي اكس ان، وايضا الشامبو ومجربتهم بس ما مسويت لكم فيديو عليها. ان شاء الله على يوم اسوي لكم فيديو رأيي بمنتجات دي اكس ان وتجربتي وياها، يعني كل منتج واذا فادني او لا. فان شاء الله انتظروا هذا الفيديو. بهذا الشكل رتبت الشغلات كلها. واني ارتب بالاغراض راح اقترح عليكم فكرة فيديو، وانتوا راح تكتبوا لي بالتعليقات رأيكم بهاي الفكرة، وهل توافقوني انه تحبون هاي الفكرة مال الفيديو وراح يعني اسويها او لا. فكرة الفيديو اجتني من الانستغرام، كنت اتصفح ببيجات الهدايا، فكلش حبيت الهدايا ويعني حابة انه اجهز بوكسات هدايا. فشنو قررت انه اروح للسوق واشتري هدايا، يعني اسوي بوكس هدية كامل، مثلا بوكس كامل باللون الوردي، بوكس كامل بالفراولة، بوكس كامل بهيج شغلة معينة، وانشره على الانستغرام. انشر صورة البوكس وانتو تحددون سعره وانتو اللي تشترونه. يعني شلون فكرته انه اجهز بوكس ومتابعة تشتري وانتو تحددون سعره، واكيد اني اوصله لكم. فاكتبوا لي بالتعليقات اذا حبيتوا الفكرة حتى نبلش نجرب نسويها مرة، واذا شفت عليها تفاعل وحبيتوها استمر بهاي الفكرة. هاي صابونة الفوم سوب كلش زينة بنات للبشرة، بس من تاخذوها اخذوا البيها الفسفورة هي الاصلية. وبس هذا شكل الجرارة بعد ما كملت ورتبتها بهالشكل هذا، وشالت كل الأغراض. يعني العناية هنا بالبشرة، وبالنص أيضا خليت معطرات وش كم شغلة، وهنا خليت العناية بالشعر. فكلش حلوة صارت ومنظمة، حتى من أريد أطلع لي شغلة بسهولة تطلع. وبعد ما كملنا ترتيب جبت هنا بسكويت وسويت لي قهوة، راح نقعد نقرأ كتاب. وبس ورداتي، هذا كان فيديو اليوم، أتمنى يكون عجبكم واستمتعتوا. لا تنسوا تروحون على قناة البنية وتشوفوها وتكتبوا لها من طرف باربي. أحبكم حيل وأشوفكم بالفيديو الجاي إن شاء الله. باي باي.